السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مريض وعايز تفهم تحليل صورة الدم بيعبر عن ايه؟ ممكن يدل على وجود التهابات، انيميا، امراض مناعية، نقص صفائح دموية وحد عنده نزيف، او حتى لو انت مستجد في مجال التحاليل الطبية ومش عارف تفسر صورة الدم. هنعمل النهاردة حلقة كويسة جدا هنفهم فيها تفسير صورة الدم. يلا بينا. طبعا صورة الدم من التحاليل اللي كلنا نفسنا نفهمها، سواء كان شخص مريض بيعمل تحليل في معمل او حتى شخص مستجد في المجال الطبي. فركز معايا اولا عشان نعرف مكونات صورة الدم. قبل ما نفسر صورة الدم لازم نعرف ان هو بيتم سحب العينة دي على الانبوبة اللافندر اللي انت شايفها في الصورة، ودي انبوبة علشان نوصل لهول بلاد، دم كامل يحتوي على كل مكونات الدم. الانبوبة دي بتحتوي على مانع تجلط اسمه ايديتا، اللي هو بيمنع الجلطة علشان الدم يفضل محتوي بالار بي سيز والبليتلتس والوايت بلاد سيلز اللي هي مكونات الدم بالكامل، بالاضافة الى البلازما. طبعا صورة الدم ممكن نعرف منها ان الجسم مصاب بالانيميا او التهابات او امراض مناعية او حتى نقص الصفائح الدموية، والشخص ده بيكون عنده نزيف. كل ده هنتعرف عليه ونفهم بعد كده صورة الدم بتوضح ايه. صورة الدم بتتكون من 3 خلايا اساسية: ار بي سيز اللي هي خلايا او كرات الدم الحمراء، واللي تحتها الهيموجلوبين ده المهم جدا، والوايت بلاد سيلز اللي هي كرات الدم البيضاء، وكذلك الصفائح الدموية بليتلتس. وكل دول نقدر نقول ان بيتكونوا من خلال المصنع اللي هو البون مارو او النخاع العظمي. في اول نوع وهي كرات الدم الحمراء، واحتوائها على الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الاكسجين لخلايا الجسم، وكذلك ايضا خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة، وكذلك الصفائح الدموية وهي مسؤولة عن وقف النزيف في جسم الانسان. طيب نيجي للجزء المهم اللي كلنا مستنيينه علشان نفهم صورة الدم. ازاي نفسرها ونعرف احنا عندنا ايه، او لو انا شخص مستجد في التحاليل الطبية اقدر افهم صورة الدم بشكل بسيط جدا. اول حاجه صوره الدم اللي قدامنا ديت نبدا من فوق. في بارامترز، في مجموعه ايتمز موجوده في صوره الدم، اهمهم ال3 خلايا اللي احنا قلناهم: كرات الدم البيضاء او خلايا الدم البيضاء، الوايت بلاد سيلز، والار بي سيز كرات الدم الحمراء، والبليتلتس. وتحت الار بي سيز في حاجات اسمها بلاد انديسز، وتحت كرات الدم او خلايا الدم البيضاء الوايت بلاد سيلز هنلاقي ال5 خلايا دم بيضاء اللي هو الديفرنشال وايت بلاد سيلز، اللي هي الليمفوسايت ومونوسايت نيتروفيل ايزينوفيل بيزوفيل. ودي 5 خلايا الدم البيضاء. اهم حاجه بالنسبه لك علشان تفهم صوره الدم او تفسر وتعرف مشكلتك ايه، اول حاجه بص على خلايا الدم البيضاء اللي هي ال WBC وايت بلاد سيلز اللي هي 9.9. دي العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء. الخلايا الدم البيضاء في جسم الانسان هي المسؤوله عن المناعه. لو زادت عن حدها يبقى في مشكله، ولو قلت يبقى في مشكله. لو زادت قد تكون في التهاب